يلي عالترعة حود على المالح. بسم الله الرحمن الرحيم. أخيرا حورية فرغلي اتخطبت للمذيع نزار. حورية فرغلي طبعا مرت بأزمات كتيرة جدا، ومن أشهرها عمليات تجميل كانت بتعملها وكانت بتطلع فاشلة. عمليات التجميل دي كانت بتطلع فاشلة. عملت أكتر من 15 عملية خارج وداخل أمريكا، وعانت الكثير من في حياتها. المذيع الغني عن التعريف نزار قرر أخيرا أن هو يكمل نص دينه، وأعلنت وسائل التواصل الاجتماعي الآن خطوبة المذيع نزار والفنانة حورية. الفنانة حورية حصلت في الماضي على لقب ملكة جمال مصر. تمام. ف... بس من بعد ما حصل ليها الأزمات المتتالية وهي بعيدة عن الوسط الفني، تركها الفن وتركها الأهل وتركها الأصدقاء وتركها الأحباب. فطبعا عانت كتير جدا من تخلي كثير من الناس عنها، بس عوض ربنا كبير جدا. ربنا في عز أزمة الإنسان بيبعت له حد يساعده في عز بعد اليأس أمل ويقين في الله إن ربنا ما بيسيبش حد. عندنا البلوجر اللي اسمها سارة، مرت بأزمات كتيرة جدا، من أول أزمتها مع خطيبها لحد أزمتها مع عمرو سنايبر. لبعد كده كان في شخص متقدم لها من فترة كبيرة وهي رفضته، رجع وكمل وأصر علشان هو فعلا كان بيحبها حب صادق. ما أخدهاش وهي بتشوف، برضو أصر وأخدها، ولما فقدت بصرها أصر على رأيه لأنه هو فعلا بيحبها من كل قلبه. الحب فعلا، الحب ليس أعمى، إنما الحب هو عين البصيرة. لو كل إنسان صادق أصر على مشاعره، وكل إنسان صادق في مشاعره اتقى ربنا وما ظلمش، والله العظيم مش هنحتاج في الدنيا دي، مش هيبقى في أي مشاكل. بس المهم الإنسان يخلي علاقته بربنا كويسة، يكون صادق مع نفسه، يكون صادق مع الناس المحيطين بيه، لأن الصدق يولد صدق والكذب يولد كذب، وفي الآخر في حساب، ربنا هيحاسبنا على كل حاجة. فألف ألف مبروك للفنانة، وألف ألف مبروك للمذيع، ونسأل الله تعالى أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير. طبعا هم أعلنوا الخطوبة، أكيد إن شاء الله سناخد تفاصيل وقت ما يعلنوا حفل الزفاف أو كتب كتاب وهذه الأمور. نسأل الله لهما التيسير، وبإذن الله عما قريب هيعلنوا موعد الزواج، هيكون داخل مصر أو هي هتعيش في مصر أو هتعيش بره مصر. كل الكلام ده هنتعرض ليه في فيديوهات وفي الأحداث الجارية بإذن الله. هنتواصل معاكم وهنعرفكم الجديد أول بأول. كله يبارك للفنانة ويبارك للمذيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.